تعال اقول لك بقى ايه هي الدول اللي استضافت وكسبت كاس الامم الافريقيه على مر التاريخ. ولو ما فهمتش اللي انا قلته يعني هتفهم الفيديو. يلا سنة 1957 اتلعبت أول بطولة وكانت على أرض السودان، عشان تبقى السودان أول دولة تستضيف كأس الأمم الأفريقية على مر التاريخ، وفازت بيها مصر عشان يبقى المنتخب المصري أول منتخب يفوز بكأس الأمم الأفريقية على مر التاريخ. وسنة 1959 استضافت البطولة مصر واللي كسبتها برضو مصر. وسنة 1962 استضافت البطولة اثيوبيا واللي كسبتها اثيوبيا. وسنة 1963 اللي فاتت دي سنة 1963 استضافت البطولة غانا واللي كسبتها غانا برضو. وسنة 1965 استضافت البطولة تونس واللي كسبتها غانا. وسنة 1968 استضافت البطولة اثيوبيا واللي كسبتها الكونغو الديمقراطية. وسنة 1970 سنة 1968 اللي فاتت دي سنة 1970 استضافت البطولة السودان واللي كسبتها السودان برضو. وسنة 1972 استضافت البطولة الكاميرون واللي كسبتها الكونغو بس. سنة 1974 استضافت البطولة مصر واللي كسبتها الكونغو الديمقراطية. وسنة 1976 استضافت البطولة اثيوبيا واللي فازت بيها المغرب. سنة 1978 استضافت البطولة غانا واللي كسبتها غانا برضو. وسنة 1980 استضافت البطولة نيجيريا واللي كسبتها نيجيريا. وسنة 1982 استضافت البطولة ليبيا واللي كسبتها غانا. وسنة 1984 استضافت البطولة كوت ديفوار واللي كسبتها الكاميرون. وسنة 1986 استضافت البطولة مصر واللي كسبتها مصر. وسنة 1988 استضافت البطولة المغرب واللي كسبتها الكاميرون. سنة 1900 اللي فاتت سنة 1980. وسنة 1990 استضافت البطولة الجزائر واللي كسبتها الجزائر برضو. وسنة 1992 استضافت البطولة السنغال واللي كسبتها كوت ديفوار. وسنة 1994 استضافت البطولة تونس واللي كسبتها نيجيريا. سنة 1996 استضافت البطولة جنوب أفريقيا واللي كسبتها جنوب افريقيا برضو. سنة 1998 استضافت البطولة بوركينا فاسو واللي كسبتها مصر. سنة 2000 استضافت البطولة غانا ونيجيريا واللي كسبتها الكاميرون. غانا ونيجيريا هما الاتنين استضافوا البطولة تقريبا عشان هما الاتنين جنب بعض. ماشي. وسنة 2002 استضافت البطولة مالي واللي كسبتها الكاميرون. وسنة 2004 استضافت البطولة تونس واللي كسبتها تونس برضو. وسنة 2006 استضافت البطولة مصر واللي كسبتها مصر برضو. سنة 2008 استضافت البطولة غانا واللي كسبتها مصر. اللي فاتت ديت سنة 2006 لما مصر كسبتها. سنة 2010 استضافت البطولة انجولا واللي كسبتها مصر عشان يبقى المنتخب المصري أول منتخب على الإطلاق يفوز بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات على التوالي. وطبعا كلنا عارفين المعلومة دي. وسنة 2012 استضافت البطولة الغابون وغينيا الاستوائية واللي كسبتها زامبيا. وسنة 2013 استضافت البطولة جنوب أفريقيا واللي كسبتها نيجيريا. وسنة 2015 دي كانت 2013 اللي فاتت ديت. سنة 2015 استضافت البطولة غينيا الاستوائية واللي كسبتها كوت ديفوار. وسنة 2017 استضافت البطولة الغابون واللي كسبتها الكاميرون. وسنة 2019 استضافت البطولة مصر واللي كسبتها الجزائر عشان يبقى المنتخب المصري أكتر منتخب استضاف كأس الأمم الأفريقية ب5 مرات. ماشي. وسنة 2022 استضافت البطولة الكاميرون واللي كسبتها السنغال. وسنة 2024 استضافت البطولة كوت ديفوار واللي كسبتها كوت ديفوار برضو. في سنة 2025 اللي فاتت 2024 سنة 2025 استضافت البطولة المغرب. ولغاية دلوقتي معرفش مين اللي هيكسب المغرب ولا السنغال. يعني الفيديو ده بيتصور يوم الجمعة 16 يناير بالليل. ماشي اهو. ماشي. وخد دي بقى مني محدش اكيد قالها لك. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن ان بطولة افريقيا 2027 هتقام في 3 دول وهي كينيا وتنزانيا واوغندا. وبس كده خلصنا الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك وشير وفول الحاجات الجميلة دي. وعايزين الفيديو ده يوصل ل10 لايكات. وعايزين الفيديو وعايزينه يعني يشاركوا لاصحابك وشاركوا لحبايبك وشاركوا لكل الناس. يعني انا بتعب برضو. انا بقالي يومين شغال في الفيديو ده لحد ما الحمد لله خلصت منه يعني. والمونتاج برضو لوحدي يعني. سلام. ومتنساش بقى اللايك والاشتراك. سلام.